يقول: هل أكلت هند بنت عتبة كبد حمزة رضي الله عنه؟ لم يثبت هذا أبدا. وهند بنت عتبة لا شأن لها بحمزة، يعني قضية وحشي هو الذي قتل حمزة. وحشي هو الذي قتل حمزة. يقول وحشي: قتلت ولي الله وعدو الله. أما ولي الله فحمزة ابن عبد المطلب. ثم بعد ذلك تاب وحشي وأسلم وقتل مسيلمة الكذاب. فيقول: أرجو الله أن يكفر عني يعني قتلي لحمزة بقتلي لمسيلمة الكذاب. فهذا الذي وقع لوحشي. وأما وحشي فلم ترسله هند كما يقال، غير صحيح أبدا. وإنما الذي أرسله هو جبير بن مطعم، لأنه حمزة رضي الله عنه قتل المطعم بن عدي في بدر، فجبير بن مطعم هو سيد وحشي، يعني هو الذي يملكه، وكان وحشي عبدا عند جبير بن مطعم. فقال جبير لوحشي: إن قتلت حمزة فأنت حر. حمزة ومع ذلك يراه صريعا وقد جدع أنفه وقطعت أذناه وبقر بطنه وأخرجت كبده. بالله عليك ما هو الشعور الذي سيثور عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى هذا المنظر؟ وتقبل صفية أخت حمزة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حمزة وينتفض، عمه يا أخي، ويحبه وكان ينصره. ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير ابن صفية ويقول: يا زبير رد العجوز، رد العجوز، لا ترى أخاها. وذلك أن أحدا قريبة من يعني جبل أحد الآن ما بينه وبين المسجد النبوي إلا 3-4 كيلو، يعني ليس بعيدا. فكان الناس لما سمعوا بما حصل للمسلمين في أحد خرجت النساء والصبيان وجاءوا إلى معركة أحد نفسها ينظرون إلى الآثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للزبير: رد العجوز، ردها. فأقبلت وولدها يمنعها وهي تصرخ به وتضرب يده، حتى قالت: يا رسول الله. طبعا هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخيها وهذا أخوها. قالت: يا رسول الله أتخشى أني أراه قد بلغني ما وقع له وأنا أحتسبه عند الله. فأقبلت ونظرت إلى أخيها بهذا المنظر، ثم تقبل هند بنت عتبة رضي الله عنها بعد ذلك في فتح مكة وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتصبح مسلمة. أنت اللي قتلت عمي، أنت التي بقرت بطنه، أنت اللي جدعت أنفه وقطعت أذنيه وأكلت كبده، ومع ذلك تسلمين؟ أسلمي. يقول: هل لا تدخلين الإسلام؟ أسلمي. وحشي